هل من عودة للفرنسي زين الدين زيدان مدربا لريال مدريد لولاية ثالثة؟ توالت أخبار عودة زيزو لقيادة النادي الذي صنع معه الأمجاد لاعبا ومدربا، وارتبط اسمه باستلام مقاليد الإدارة الفنية للنادي الملكي الموسم المقبل خلفا للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. عودة بطل الثلاثية التاريخية إلى المشهد مجددا ربطه الإعلام العالمي باقتراب نهاية حقبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي والوجهة المرتقبة قيادة سيليساو البرازيلي في الأعوام المقبلة، سيما وأن الحلقة المفقودة في كواليس منتخب البرازيل مدرب محنك ذو خبرة كبيرة تعيد راقصي السامبا إلى دائرة المنافسة من جديد. الديك الفرنسي ورغم ارتباط اسمه بنادي تشيلسي الإنجليزي خلفا لغراهام بوتر كبوابة أولى للعودة إلى عالم التدريب، إلا أنه المرشح الأبرز لقيادة الملوك لولاية ثالثة. وسائل إعلام إسبانية أكدت أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز وضع أسطورة النادي زيدان على رأس قائمة المرشحين لتدريب أبطال أوروبا باعتباره الخيار المفضل لإدارة النادي على كافة المستويات بعد نجاحه في الولايتين السابقتين ما بين 2016 و2018 ثم 2019 و2021 والعلاقة الجيدة التي تربطه بلاعبي وإداري النادي الملكي. زيدان ورغم أنه غادر في ولايته الثانية بسبب بعض الخلافات الداخلية وغياب الدعم والصفقات التي كان يرغب بها للاستمرار، إلا أنه المدرب المفضل لدى بيريز والذي يسعى لإعادته مجددا إلى قلعة سانتياغو برنابيو. قائمة المرشحين تضم يوليان نجلسمان أيضا بعد إقالته من تدريب بايرن ميونخ الألماني، علما أنه رفض داخل أروقة مدريد سنة 2018 بسبب قلة الخبرة. كما تضم القائمة أيضا تشابي ألونسو لاعب ريال مدريد السابق الذي يثير إعجاب مسؤولي الميرينغي بأدائه الرائع رفقة نادي باير ليفركوزن، بالإضافة إلى حديث عن منح أسطورة ريال مدريد راول غونزاليس فرصة مع الفريق الملكي الأول، ثم موريسيو بوكيتشينو آخر المرشحين لتدريب ريال مدريد. بالعودة إلى السجل المميز لزيدان أثناء تدريبه لريال مدريد وألقابه الكبيرة التي زين بها خزائن النادي، أبرزها ثلاثية تاريخية في دوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري الإسباني. عموما وخلال ولايتين خاض زين الدين زيدان 182 مباراة بالدوري الإسباني، فاز في 123 وتعادل في 38 وخسر 21 وتوج باللقب مرتين. في دوري أبطال أوروبا خاض زيزو 53 مباراة، فاز في 32 وتعادل في 11 مباراة وخسر 10 وحصد اللقب 3 مرات. حلم زيدان بتدريب منتخب الديكا تبخر مع تجديد عقد ديديه ديشامب حتى العام 2026، فترى هل يعود زين الدين زيدان للبيت الذي احتضن أمجاده لاعبا ومدربا لصناعة تاريخ جديد في ولاية ثالثة؟ وحدها الأيام القادمة تحمل الجواب. حكيم الزارع عن قناتكم كرة وبس. الخسارة الثالثة على التوالي في 3 مسابقات مختلفة وضعت المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي محط انتقادات كبيرة نظرا لسجله السلبي في مواجهات الكلاسيكو وأخطائه المتكررة بفلسفة مبهمة، بل اتضحت الصورة التي اكتنفها الضباب في الفترة الأخيرة وباتت حروف العنوان البارز تنبلج من وراء الأفق. ضاعت الليغا وسلم الملكي مفاتيح اللقب لغريمه. جميعنا يدرك جيدا أن الريال قادر على لملمة الصفوف والعودة من تحت الرماد، أما على المستوى الإدارة الفنية للنادي فالجميع يحفظ عن ظهر قلب قاعدة بيريز عند تحصيل حاصل، موسم بلا كؤوس تطير فيه الرؤوس. أنشيلوتي التائه في قرارات نفسه يتمسك بالدفاع عن العرش الأوروبي عله يكون طوق النجاة. عند الإعلان عن تجديد عقد ديديه ديشامب مؤخرا مع منتخب فرنسا حتى 2026 وصفت صحيفة آس هذا القرار بالماء البارد الذي نزل على رأس زيدان. وبينما كان يحاول الأخير تقبل حقيقة أن حلمه الكبير بتدريب الديوك لم يعد متاحا الآن، جاءت تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لو غريت المهينة في حقه مؤخرا لتشعل عاصفة من الجدل في الأوساط الرياضية.
زيدان ومنذ أن ارتدى ثوب المدرب لم يخفي يوما رغبته في تدريب منتخب فرنسا، واصفا الأمر بالحلم الذي يمني النفس بتحقيقه يوما ما. وفي بلاده كانوا يعتقدون أنه من المسلمات التي تفرض نفسها على واقع المشهد الكروي أن يصبح زيزو قائدا للديوك من خلف الخطوط، لدرجة أن رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لو غريت نفسه أكد ذات مرة أنه سيسعد بأن يحدث ذلك. ومنذ أن أنهى زيدان ولايته الثانية مع ريال مدريد توالت الأخبار عن إمكانية خوضه لتحديات جديدة هناك مع أحمر مانشستر أو عودته للديار بتدريب باريس سان جيرمان ومحطات أخرى، لكن أثير أنه رفض جميع هذه العروض من أجل حلم تدريب الديكا في وقت ارتفعت فيه حدة الأخبار التي تحدثت عن إمكانية حدوث ذلك عقب مونديال قطر، قبل أن تنقلب الأمور بإعلان تجديد ديشامب حتى 2026 لتبدأ الصحف في إطلاق التكهنات حول وجهة الفرنسي القادمة ما بين عودة لمدريد أو مغامرة في يوفنتوس. باريس سان جيرمان بين الاحتمالات مع إمكانية تدريب أحد المنتخبات على رأسهم البرازيل، أما رئيس الاتحاد الفرنسي فاختار أن يصب البنزين على النار ويقتحم المشهد بتصريحات مثيرة للجدل. كلمات لو غريت لم ترق للعديد من محبي زيدان، فانبرى كيليان مبابي للدفاع عن أحد نجومه المفضلين عبر حسابه بتويتر وكتب: زيدان هو فرنسا، لا يمكن عدم احترام أسطورة مثله بهذه الطريقة. بدوره لم يتردد ريال مدريد هو الآخر في الدفاع عن مدربه السابق، وأصدر بيانا جاء فيه: يأسف نادي ريال مدريد للتصريحات التي أدلى بها رئيس الاتحاد الفرنسي. هذه الكلمات هي عدم احترام لواحد من أكثر الشخصيات إثارة للإعجاب في العالم كله، وينتظر نادينا تصحيحا فوريا. ردات الفعل الساخنة وعاصفة الهجوم العنيف بعد تصريحات لو غريت المسيئة دفعته لتقديم اعتذاره لزيدان في بيان رسمي: أود أن أعتذر لزيدان عن تلك التعليقات التي لا تعبر إطلاقا عن أفكاري ولا تقديري للاعب الذي كان عليها والمدرب الذي أصبح الآن. أعترف أنني قمت ببعض الملاحظات المحرجة مما أدى إلى سوء تفاهم. يعرف زيدان التقدير الكبير الذي أكنه له تماما مثل بقية الشعب الفرنسي. تراجع لو غريت عن تصريحاته واعتذر لأسطورة الديوك، لكن لا يبقى انت على كده بقى جاي لوحدك ولا معاك حد؟ انت شايف ايه؟ انا مش شايف حد. ياض انت ما جيتش يعني كل ده ومش شايف حد؟ بصراحة لا. هو انت باعت صوتك وبعد كده هتظهر؟ ما انت هتوني لو عينيك دي ملهاش اي معنى هخزقهم لك. مش مصدقك، انا شايف قدامي جرعة كدابة. كدابة ليه بقى ان شاء الله؟ على اساس اللي هيحصل فيك بيقول كده. انت على كده بقى جاي لوحدك ولا معاك حد؟ انت شايف ايه؟ انا مش شايف حد. ياض انت ما جيتش يعني كل ده ومش شايف حد؟ بصراحة لا. هو انت باعت صوتك وبعد كده هتظهر؟ ما انت هتوني لو عينيك دي ملهاش اي معنى هخزقهم لك. مش مصدقك، انا شايف قدامي جرعة كدابة. كدابة ليه بقى ان شاء الله؟ على اساس اللي هيحصل فيك بيقول كده.